الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده موضوع خطير، مش موضوع والسلام، وهو موضوع حبوب الغلة او حبوب الموت الرخيص. يعني ايه مش فاهم؟ تعال افهمك. بس قبل ما نبدأ الفيديو لازم تعمل شير وتبلغ كل اللي تعرفهم، عشان مفيش في ايدينا غير التوعية. الدكاترة كل يوم بيجيلهم ناس كتير في المستشفى حاولوا الانتحار، وبيسألوا اهاليهم طب انتحروا ازاي؟ بيقولك ده بلح حبوب الغلة. الدكاترة كل يوم بيجيلهم ناس كتير في المستشفى حاولوا الانتحار، وبيسألوا اهاليهم طب انتحر ازاي؟ يقولك ده بلح حبوب غلة. ودي كارثة، لان اللي بيبلع الحبوب دي بيموت، والدكاترة مش هتقدر تعمل له اي حاجة. طيب ايه اللي بيحصل؟ عندك مثلا بنت سقطت في الثانويه العامه فحاولت تنتحر، او شاب عليه ضغط نفسي كبير جدا فانتحر، او بنت خطيبها سابها فتروح تعمل ايه؟ تقعد تبلع شويه حبوب كتيره جدا، على امل ان في اعتقادها انها لما تبلع شويه حبوب وتروح المستشفى هيعملوا لها غسيل معده وهتفوق. الا حبوب الغله. يا جماعه لازم تكونوا عارفين ان اللي بياخد حبه الغله دي بيموت من الاخر، ما بينفعش معاه اي محاولة انقاذ. طيب حبة الغلة ايه اللي مش فاهم؟ حبة الغلة دي بكل بساطة هي حبة صغيرة محرمة دوليا، ولكنها موجودة عندنا في مصر وبتتباع عند العطار بجنيه او ب2 جنيه، ودي اول حاجة عايزة اتكلم فيها. طيب ليه ادام هي محرمة دوليا منتشرة عندنا بشكل كبير؟ عندك مثلا في القرى الفلاحين بيحطوها في محصول القمح عشان تمنع المحصول من التسوس، والمفروض كمان بتمنع اي تجمع للحشرات حوالين المحصول، وده لانها بتطلع ريحة كريهة جدا. طيب ايه اللي بيحصل؟ البنت مثلا عايزة تنتحر بتروح واخدة حباية الغلة دي اللي بجنيه او ب2 جنيه، تقوم جايه بلعاها في اعتقادها انها تروح المستشفى ويتعمل لها غسيل معدة، وبعد كده ابوها يقول لها خلاص يا بنتي انا هعمل لك اللي انت عاوزاه. لكن الموضوع اكبر من كده بكتير. طيب ايه السر ان الحبه دي ما بينفعش معاها اي محاوله انقاذ؟ حبه الغله دي بتتكون من ماده اسمها فوسفيت الالومنيوم، والماده دي بتتفاعل مع الحامضيه بتاعه المعده وبتنتج غاز اسمه غاز الفوسفين. غاز الفوسفين ده غاز قاتل لانه بيوقف عضله القلب، وكمان بيزود الاكسده بتاعه الدم. للاسف مفيش في ايدينا حل غير التوعيه، والدكاتره مفيش في ايديهم حل غير انهم يفضلوا يدوا بيكربونات على اساس انهم يعادلوا الحامضيه بتاعه الموضوع، ويزودوا المهله من 3 ساعات ل6 ساعات، وللاسف مفيش مفر من الموت. لكن الموضوع مش هزار، وده من على لسان الدكاتره. كل يوم بيروح لهم في المستشفى اكتر من شخص بيحاول ينتحر بحبه الغله دي. ومؤخرا انا سمعت تقرير بيقولك في محافظه واحده بس في خلال شهر كان في 1473 حاله حاولوا ينتحروا بحبه الغله. الموضوع ده اعلاميا محدش سمع عنه، الناس كلها بتسمع عن الواد اللي انتحر واللي رمى نفسه من فوق. طيب الناس اللي بتموت في صمت دي ايه؟ بيصعب علينا لما شخص جاي ابوه بيقول ابني بلع حبه غله، اعملوا له غسيل معده. لا يا حاج، ابنك هيموت، ولازم تقول له كده في وشه عشان ما تدلوش امل. الابن بيتعذب لو انت واقف جنبه وبتشوفه ال3 أو 4 ساعات اللي بيحصل له فيها اكسده للدم والعضلات، وبتشوفه وهو بيزرق، وبتشوفه وهو بيتعذب. شوف نظره ابوك وامك ليك عامله ازاي وانت بتموت قدامهم. شوف نظرتك وندمك. مفيش حل لو انت خدت حبايه الغله دي ورجعتها تاني، هتموت. بقولك بنسبه 99% بيموت 1%، اللي هو يعني حاله كده هنقول عليها نادره. والله الموضوع مخيف جدا ومحرم دوليا. ارجوكم انشروا الموضوع ده بصوره كبيره جدا، واطلعوا في التلفزيون اتكلموا عنه، والاعلام يهتم بيه، لان المستشفيات بتعاني منه بشكل كبير جدا. يا رب تكون الرساله وصلت. استنوني في موضوع جديد. مع السلامه.